السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال14 معانا في دورة كتاكيت رمضان. حبايبي اللهم بارك. طبعا انا امبارح قلت معاكم ان احنا مش هنحط خلطات النهارده، وانا امبارح حطينا كمان خلطات. بكره باذن الله هنشوف هنحط ايه في اليوم ال15، وكمان ان شاء الله بكره هنوزن مع بعض وهنشوف الاوزان، لان اللهم بارك الاوزان حلوه جدا، فبكره ان شاء الله هنشوفها مع بعض. انا بس هنا كل اللي عملته دي ميه نضيفه هحطها لهم، وهنا كمان حبايبي اللهم بارك العلافه خلصانه خالص، هنفض بس منها اللي هو البودر ده لان هما مش بياكلوه، وهرجع لكم تاني. يا حبايبي انا كده حطيت لهم العلف وحطينا كمان الميه. طيب كنت حابه بقى اسالكم على حاجه. احنا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان يوم الاحد هيبقى اول رجب، فباذن الله هنبتدي ننزل الفيديو بتاع الفراخ هيبقى الصبح بدري، وهننزل لكم فيديو من تفريزات رمضان يعني على اخر النهار، على بعد المغرب كده ان شاء الله. فلو حابين كده عرفوني برضو في الكومنتات، ولو حابين العكس ان الفيديو بتاع التفريزات ينزل الصبح وفيديو الكتاكيت ينزل بالليل، برضو عرفوني في الكومنتات. وعرفوني حابين تبتدوا بايه، حابين تبتدوا بالفواكه ولا بالخضار ولا باللحوم. طبعا احنا تفريزات اللحوم هنفرز لحوم لحمه، لكن الفراخ هنستنى ان شاء الله الدوره ديت لما تتذبح وهنفرزها برضو مع بعض. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، هو فيديو سهل كده وبسيط وقليل كمان. انا بصراحه يا جماعه ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات، انا بحب اديكم المعلومه مختصره، يعني اللي هو احنا هنحط كذا وكذا، بس مش بحب اطول في فيديو وخلاص، او بحب اعمل فيديو طويل وخلاص. انا بحب ادي المعلومه على قد الفيديو او على قد المعلومه وخلاص، وبقى في الفيديو على كده. فده الفيديو كان بتاعنا النهارده حبايبي، فلو عجبكم الفيديو فعلوا لي زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.